برشلونة وريال مدريد راح يكون عليها تحدي نار، خليها اخر شيء. اليابان راح تفوز اقل شيء 3-0 واتذكر كلامي. ايران للاسف الشديد اتمنى هاي النتيجه تطلع غلط، راح تفوز على فلسطين اقل شيء 2-0 واتذكر كلامي. الامارات ان شاء الله راح تفوز اقل شيء 2-1 واتذكر كلامي. مصر راح تفوز ان شاء الله اقل شيء 2-0 واتذكر كلامي. نيجيريا راح تفوز اقل شيء 1-0 واتذكر كلامي. الرأس الاخضر راح تتعادل مع غانا 0-0 او 1-1، على كل الاحوال النتيجه راح تنتهي تعادل واتذكر كلامي. ميلان راح يفوز على روما اقل شيء 2-1 واتذكر كلامي. لاتسيو راح يفوز اقل شيء 3-1 واتذكر كلامي. بولونيا راح يفوز اقل شيء 2-0 واتذكر كلامي. فيورنتينا راح يفوز 1-0 او 2-1، على كل الاحوال راح يفوز واتذكر كلامي. مانشستر يونايتد راح يفوز على توتنهام اقل شيء 2-1 واتذكر كلامي. استون فيلا راح يتعادل مع ايفرتون 0-0 او 1-1، على كل الاحوال النتيجه راح تنتهي تعادل واتذكر كلامي. باريس سان جيرمان راح يفوز اقل شيء 3-1 واتذكر كلامي. جيرونا راح تفوز اقل شيء 2-1 واتذكر كلامي. قادش راح تتعادل مع فالنسيا 0-0 او 1-1، على كل الاحوال النتيجه راح تنتهي تعادل واتذكر كلامي. هسه صار دور الكلاسيكو، برشلونه وريال مدريد. اقسم بالله العظيم لو ريال مدريد فاز على برشلونه انا مستعد انفذ اي حكم يخطر على بالك بالتعليقات يجيب اكثر عدد لايكات. لو ريال مدريد فاز على برشلونه، ريال مدريد راح يبلع من برشلونه 3-1 او 3-2، على كل الاحوال برشلونه راح يفوز وتذكر كلامي. وهسه صار الدور عليك، ناطر توقعاتك باول تعليق مثل ما حاجيك اسمع مني. دق وزن دق وزن دق وزن.